تصعيد تركي ضد شمال وشرق سوريا، ما أهداف وحدود هذا التصعيد؟ حديث عن خلاف روسي تركي في إدلب، هل يتصاعد الخلاف أم سينتهي إلى مقايضة؟ تسريبات عن اتفاق بين دمشق وأنقرة ضد شمال وشرق سوريا، ما هي أهداف تركيا من تسريب ذلك؟ حصار وتهديدات تواجه شمال وشرق سوريا، ما هي سبل المواجهة؟ كل هذا وقضايا أخرى سنناقشها مع ضيفنا عبر سكايب السيد نواف خليل، رئيس المركز الكردي للدراسات. أهلا وسهلا بك سيد نواف. أهلا بكم، شكرا للاستضافة. سيد نواف، بداية نتحدث عن الهجمات التركية على شمال وشرق سوريا. منذ أيام هناك تصعيد كثيف سواء عبر القصف على خطوط التماس مع قوات سوريا الديمقراطية أو كما رأينا مؤخرا على كوباني. ما هي أهداف هذا التصعيد برأيكم؟ يعني تركيا لم تخفي يوما أنها تهدف لتدمير تجربة الإدارة الذاتية التي تشكلت سنة 2014، وبعد ذلك يعني بعد النجاحات التي حققتها قوات سوريا الديمقراطية في تحرير العديد من المدن في الشمال السوري، أعلنت عن إدارة ذاتية ديمقراطية لشمال وشرق سوريا. تركيا لا تخفي ذلك أبدا، والهجمات لم تتوقف. هذه الهجمات الأخيرة تأتي أيضا كفشل في حصولها على الضوء الأخضر سواء من الجانب الروسي أو الأمريكي بمحاولة اجتياح أو احتلال أجزاء أخرى من المنطقة. لكن هذا أيضا يأتي في ظل ما يعانيه حكومة أردوغان. مثلا هنا فورن أفيرز تتحدث عن تداعيات ما بعد الانتخابات التي ستجرى، يعني تقول ان اساءه استخدام ان اردوغان اساء استخدام السلطه، وهذا سيكون له تداعيات اذا جاز التعبير في اليوم التالي للانتخابات. ايضا معهد واشنطن للسياسات الشرق الادنى تتحدث عن المرحله النهائيه من لعبه اردوغان، وهل ذلك سيقود الديمقراطيه التركيه للبقاء في السلطه. والعديد من الصحف العالميه ومراكز دراسات الاستراتيجيه تتحدث عن ذلك. اردوغان يرى اسهل وسيله او الوسيله الفضلى لديه كي يبقي على ما بقي من قاعدته من حاضنته الشعبيه، وهي موجوده طبعا لكنها تتناقص كلما اجريت استفتاءات او استبيانات من قبل المراكز حتى المقربه منه، يعني ويستغل بالتاكيد كل لقاء بينه وبين الجانب الروسي كي يغض الطرف عما يجري في ادلب التي يديرها جماعه موسومه بالارهاب من قبل الامم المتحده، واقصد بذلك جبهه النصره وغيرها من الفصائل. يعني تصعيد للتخفيف من الخيبه التي يعانيها على الصعود الاقتصاديه والسياسيه، وعدم السماح له بالهجوم مرة أخرى بشكل واسع على الشمال والشرق سوريا. نعم سيد نواف، رأينا بأن تركيا تركز نوعا ما خلال قصفها على كوباني، لماذا برأيكم؟ الخطأ الاستراتيجي الذي ارتكبته حكومة العدالة والتنمية يكمن في القراءة الاستراتيجية الخاطئة للوضع في سوريا. ذلك الحراك الذي انطلق بقوة وبمشاركة ملايين السوريين في مواجهة النظام الاستبدادي في دمشق، تدخل أنقرة على الخط غير المسارات وبدأ التسليح والتطييف، وبعد ذلك تمحورت الأمور في يعني وصلت إلى ما وصلت إليه سواء من هجوم داعش على كوباني. أردوغان الذي كان يتحدث في تجمع جماهيري لأنصاره وقال كوباني سقطت لكنه استدرك وقال ستسقط. ذلك الأمر مقاومة كوباني، وبعد ذلك إقامة العلاقات بين وحدات حماية الشعب والتحالف الدولي واستمرار المعركة التي انتهت بنجاح عظيم في الباغوز، كان ذلك هو الخطأ الاستراتيجي الذي ارتكبه أردوغان. لو أنه استفاد من الزيارات التي قام بها الرئيس المشارك لحزب الاتحاد الديمقراطي الأستاذ صالح مستمع، ويعني أجرى حوار معمق وتفاهم مع الإدارة، وكذلك الحوار الذي كان قد انطلق في 2013 إلى 2015 بشكل مباشر مع القائد الكردي عبد الله أوجلان وحزب العمال الكردستاني وحزب الشعوب الديمقراطية، لما وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه الآن. أردوغان يعاني كما قلت من الخطأ الاستراتيجي ومن عدم القدرة على استشراف آفاق المستقبل على الصعيد الداخلي. لهذا
يعني بقيت كوباني يعني غصة كمدينة رمزية يحترموها العالم بأجمع، لأن الكرد من كل مكان جاءوا للدفاع عن كوباني، نعم. وأحرار العالم أيضا جاءوا. وتلك كانت بداية إقامة علاقات مع التحالف الدولي، ولهذا هو لم ولن ينسى كوباني كرمزية وكبداية السقوط الذي يعني تتحدث عنه فورن افيرز ومعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى وغيرها من كبريات مراكز الدراسات الاستراتيجية والصحف والمجلات العالمية. نعم سيد نواف، رأينا بأن التصعيد كما تحدثنا يزداد بشكل تدريجي يوما بعد آخر، ويأخذ أشكالا عديدة سواء عبر القصف بالطيران المسير أو القصف المدفعي. برأيكم ما حدود هذا التصعيد؟ حدوده كما يعني ربما تظهر النتائج بعد اللقاءات الأمريكية الروسية في جنيف، وبعد اتضاح قواعد الاشتباك الجديدة. الآن نحن نعلم أن الروس هم الضامن من قامشلي إلى منبج. الروس يتحملون هذه المسؤولية، هم الذين أجروا اتفاقيات وقف التصعيد، والجانب الأمريكي يتحمل مسؤولية من قامشلو إلى ديريك. الجانب الروسي جزء من هذه اللعبة الخطيرة، يعني من جهة يستقبلون قادة مسد والمسؤولين في الإدارة ويدعون إلى أن يكون هناك حوار بين الإدارة الذاتية والحكومة في دمشق. من جهة أخرى يعني يقومون بترتيبات تسمح لهم بشن هجمات أو مزيد من استعادة الأراضي في إدلب، والسماح لتركيا بمزيد من الضغط، بما يجعل الإدارة في موقف صعب في التفاوض مع النظام. بالإضافة إلى أن المعابر أغلقت، يعني معبر سيمالكا مغلق، معبر التايهة ومعبر وغيرها من المعابر لا يسمح سوى بأشياء بسيطة كي تدخل الإدارة. هناك حصار وهناك تفاهم. الجانب الروسي كما قلت يرغب في أن تكون الإدارة في أضعف حالاتها في حالة تفاوض مع النظام، والجانب التركي يعني يعتبر مقتل أي كردي أو أي يعني مقاتلين أو قادة في قوات حماية الشعب وحتى المدنيين، وذلك الطفل الذي بترت ساقه يعني كان كافيا أن يهز العالم الذي لا يزال يصمت حتى الآن مع الأسف الشديد. نعم سيد نواف، تحدثت عن إدلب. في مقابل تصعيد على شمال وشرق سوريا هناك تصعيد روسي على إدلب. هل هناك ارتباط بين التصعيد في المنطقتين؟ حدود التصعيد مرتبط بحدود التصعيد في إدلب، يعني حدود التصعيد يرتبط أيضا بموقف حازم وحاسم من جانب الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية، لأن تركيا يعني هي مرشحة للاتحاد الأوروبي، وأن يعني هذه الآمال تبخرت مع أردوغان، لكنها تبقى عضو في حلف الناتو. تركيا تستخدم أسلحة الناتو لاستهداف حلفاء الولايات المتحدة والتحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، وأيضا هذه المسألة تؤثر بشكل مباشر في المعركة المستمرة لاجتثاث داعش التي هزمت في الباغوز، لكنها لا تزال تنشط وتعتبر كل هجمة تركية وكل استنفار لقوات سوريا الديمقراطية فرصة لها. بقدر التصعيد في إدلب سيستمر التصعيد في بقية المناطق، في زرقان، في كوباني، إذا ما بقيت الولايات المتحدة الأمريكية متفرجة ولا تتخذ موقفا حاسما حيال عضو في حلف الشمال الأطلسي أي تركيا. نعم أستاذ نواف، تبدو التحركات الروسية التركية في إدلب وشمال وشرق سوريا بأن هناك تنافس بين الطرفين على طريق الدول أنفور. إذا ما صح ذلك، هل ستصل الأمور إلى مواجهة أم إلى مقايضة مقبلة؟ المواجهة مستبعدة، يعني هناك أكثر من جبهة. هناك تنافس روسي تركي في أرمينيا، في كازاخستان التي تفجرت فيها الأوضاع أخيرا، في أوكرانيا حيث تدعم حكومة أردوغان الحكومة الأوكرانية وزودتهم بطائرات بدون طيار، وفي سوريا وفي العديد في ليبيا أيضا هناك العديد من الملفات العالقة بين الجانبين، لكنهم بالمحصلة يحاولون أن لا يصلون إلى الحافة ربما، لكنهم يستدركون ولا يدخلون في مواجهات مباشرة. أحيانا يعني تكون هناك أدوات لذا كلا الطرفين لاستخدامهم، لكن المواجهة المباشرة
مستبعدة برأيي. نعم. أستاذ نواف، خلال الفترة الماضية دأبت وسائل الإعلام التركية على تسريب حديث عن معلومات عن مفاوضات بين دمشق وأنقرة ضد شمال، وتحدثت الصحيفة عن عملية مشتركة ضد شمال وشرق سوريا. بداية، ما أهداف تركيا من هذه التسريبات؟ يعني تركيا دائما من أحد أهداف تركيا مسألة الحرب النفسية لدى تركيا، أن تبقي عدوك دائما منشغلا في حالة عدم راحة، في حالة عدم استقرار. والعدو هنا يعني كل مكونات المنطقة في روجافا وشمال شرق سوريا، وهم يحققون ربما جزءا من ذلك بمساعدة أطراف كردية تلعب دورا سيئا لحض الناس على الهجرة ولكسر يعني تحقيق العديد من المكاسب. مسألة التفاوض مع النظام هذه ليس بالمسألة السهلة، ومسألة الهجوم المشترك يعني يجب أن يؤخذ بالحسبان. الولايات المتحدة الأمريكية موجودة وروسيا أيضا موجودة، يعني ليس بالضرورة أن يكون هناك تفاوض يتفق عليه دوليا أو حتى إقليميا. يعني ما الذي يمكن أن تحققه تركيا من هذه العملية؟ هذه يجب أن تأتي برضا روسي، برضا إيراني، برضا النظام الذي يعني لم يعد يمتلك الكثير من الأوراق، وايضا بغض الطرف الامريكي، او يجب ان تخرج الولايات المتحده الامريكيه حتى يمكن لتركيا ان تحقق كل ذلك، وهو ما لا اعتقده. طبعا كما قلت تاتي في اطار الحرب النفسيه التي تمارسها تركيا، سواء من خلال وسائل اعلامها الناطقه بالعربيه او وسائل اعلام تابعه لقطر، وتقوم بدور المتناغم المتكامل مع وسائل الاعلام التركيه. لكن هكذا هجوم مستبعد. وان كان النظام حتى الان يعني لماذا حتى الان النظام لا يتحدث عن بنود اتفاقيه اضنا؟ يعني اي اتفاق، يعني تركيا ستقوم بضرب كل المرتكزات التي يعني كانت تعتمد عليها خلال العقد المنصرم فيما يتعلق بالعلاقه النظام. اعتقد ذلك مستبعد، خاصه في ظل تدهور الاوضاع الاقتصاديه والتراجع الكبير حزب أردوغان في استبيانات الرأي العام. نعم سيد نواف، في الحديث عن موقف دمشق، على الرغم من إبداء الإدارة الذاتية عدة مرات استعدادها للحوار، إلا أن مسؤولي دمشق لا زالوا يتحدثون بنبرة عدائية ضد الإدارة الذاتية. في ظل ذلك، ما هي آمال التوصل إلى حوار أو إلى حل أو البدء بحوار أساسا بين الطرفين، وخصوصا الآن دمشق لديها إجراءات أو تطبيع مع بعض الدول العربية؟ ما هي آمال التطبيع؟ يعني التطبيع يساهم في مزيد من العنجهية، التطبيع يساهم في مزيد من اللغة الشعبوية، التطبيع لا يساهم في تطبيع الأوضاع داخليا. كما أشار الجنرال مظلوم، لو أن هذا التطبيع سيساهم في تحقيق استقرار الأوضاع الداخلية سيكون جيدا، لكن النظام يعتبر أنه انتصر في حربه الكونية المزعومة، وانتصر على أطراف من الجماعات الإرهابية، وانتصر يعني ربما يعتبر أنه منتصر على الائتلاف الذي يعني ليسوا سوى موظفين لدى حكومة أنقرة وقطر. لا تزال تلك الذهنية التي تسببت في تفجر الأحداث في سوريا تزداد تعنتا، تزداد تصلبا، وتزداد يعني عنجهية فيما يتعلق حتى مع أنصارها، يعني حتى مع من يعتبرون الحاضنة الشعبية للنظام. النظام لم يتغير. النظام، المسألة الوحيدة التي يمكن أن تغير النظام هو الضغط الدولي، وتحديدا الروسي، وبعد ذلك الإيراني. إذا ما توافق الروس والإيرانيين وبرغبة دولية يمكن للنظام أن يتحاور مع الإدارة الذاتية. غير ذلك يعني النظام ليس من طبيعة مرنة تساعده أن يتغير، أو ليس لديه أساسا الرغبة في أن يتغير. كل ما يفكر فيه هو إعادة سوريا إلى ما قبل 2010، وهذا مستحيل يعني من كل النواحي. حتى إذا أرادت جميع الأطراف، سوريا لن تعود إلى ما قبل 2011. نعم. سيد نواف، في الحديث عن موسكو والحوار بين الإدارة الذاتية ودمشق، برأيكم كيف تقيمون دور موسكو في الضغط على دمشق؟ هل هي عاجزة أم أنها تتبادل الأدوار مع دمشق؟
هي ليست عاجزة، لكن موسكو لوحدها لا تكفي. أحيانا يكون هناك تضارب بين المصالح الروسية والمصالح الإيرانية، وأحيانا هناك تضارب بين مصلحة النظام والمصلحة الروسية. لكن حتى اللحظة التي نتحدث فيها وجميع المعطيات المتوفرة تقول أن روسيا تحاول أن تضغط على الإدارة الذاتية من خلال التصريحات التي تدلي بها، والسماح لتركيا بالضغط وأيضا غلق المعابر جزء من ذلك الضغط الذي يمني الروس أنفسهم أن يفضي إلى تراجع الإدارة الذاتية عن يعني ما ترغب فيه من شروطها للحوار والتفاوض مع النظام، يعني منها عدم العودة إلى ما قبل 2011، أن يكون للمنطقة الشمالية الشرقية وضعه الخاص، وأن يكون لقوات سوريا الديمقراطية وأسايش وضعهم الخاص أيضا في كل هذه الإجراءات. روسيا لها دور سلبي حتى الآن، وليس أدل من ذلك التصريح الأخير لوزير الخارجية سيرجي لافروف الذي عاد وكرر نفس الأسطوانة من أن الإدارة الذاتية والأمريكيين يعني يعملون لإقامة دويلة في شمال سوريا بعيدا عن كل الحقائق على الأرض سواء النظرية أو العملية. نعم سيد نواف، روسيا ودمشق تحاول ترويج لموضوع المصالحات أو التسويات في ظل فشل هذه التسويات في درعا كما رأينا. كيف تقيمون ما تقوم به روسيا في دير الزور مثلا؟ هناك محاولات لإجراء تسويات أو في المناطق السورية الأخرى. السياسة الروسية العامة يعني تتميز بالابتزاز والضغط، يعني طبعا الأوضاع الداخلية الروسية أيضا ليست على ما يرام، يعني الضغوط الغربية تشتد وتتزايد. هناك حالة خطيرة جدا في على الحدود الروسية الأوكرانية، تفجر الأوضاع في كازاخستان وغيرها من القضايا، وهناك مشروع خط نورد ستريم للغاز مع أوروبا. عديد من القضايا التي يعني تشغل بال صانع القرار الروسي الذي يعمل بكل ما يملك للعودة إلى الساحة الدولية، ومنها سوريا التي يعني كانت نقطة البداية في العودة الروسية البوتينية للساحة الدولية عبر مختلف المقايضات. لكن كما قلت ما يجري في الداخل السوري يعني لن يفيد الروس. حتى ما الذي سيجنيه الروس من السماح لتركيا بالهجوم على المنطقة أو باحتلال مزيد من الأراضي؟ نعم، هم قالوها علانية وبوضوح للمسؤولين في الإدارة الذاتية مثلا فيما يخص عفرين المحتلة أن مصلحتهم كانت أكبر من عفرين. يعني لا لم يقل أحد من قادة الإدارة الذاتية تعالوا إلى جانبنا ضد مصالحكم، لكن المصلحة الاستراتيجية الروسية تكمن في سوريا يعني غير محتلة من تركيا، تكمن في أن تكون سوريا أقوى بدون وجود إيراني، حتى بدون الوجود الروسي الذي لو أراد أن تكون سوريا أقوى، أو حتى لو أراد حقيقة على الصعيد الاستراتيجي أن يكون نظام الحكم في سوريا أقوى، لضغط باتجاه إيجاد حل وتسوية تنطلق من شمال وشرق سوريا وبعد ذلك إلى كل المناطق كي تستعيد الدولة يعني سيادتها، لكن ليس بالطريقة التي يفكر فيها النظام. إنما السيادة حقيقية تكون في الكلمة لكل المكونات داخل سوريا. ستبقى روسيا تبتز كل الأطراف في سبيل الوصول إلى ما تفكر فيه وما تخططه، وهما لن يتحقق لأن هناك أطراف أخرى أقليمية ودولية في المقدمة، منها الولايات المتحدة الأمريكية التي لا تزال تعاني من تداعيات الانسحاب الأفغاني، ولا يزال هذا الأمريكيين أيضا يعانون من الطريقة التي انسحب فيها ترامب وسمح لتركيا باحتلال المزيد من الأراضي في سريكانية وفي تل أبيض. نعم سيد نواف، بالإضافة للتهديدات التركية والنظرة العدائية من دمشق، هناك حصار مفروض على شمال وشرق سوريا. كيف يمكن مواجهة هذه التحديات؟ وما هو علينا المطلوب أن من شغل؟ نعم، يعني وما هو المطلوب من شغل؟ خلال سنوات قليلة حقق قوات سوريا الديمقراطية انتصارا عظيما لم يتسنى لكل حلف الناتو أن يحققه في أفغانستان. يعني خلال 5 سنوات هزمت داعش وأن لم تنتهي. بالمقابل بعد 20 سنة في أفغانستان كل الوجود الأمريكي وآلاف القتلى والجرحى وأكثر من 2 تريليون فاصلة 3 مليار كان في أفغانستان يصرفون في اليوم الواحد 300 مليون دولار. الإدارة حققت كل هذا النجاح وهي تحظى باحترام العالم
فتحت أبواب قصر الإليزيه أمام قادة الإدارة الذاتية للذين يتساءلون عن الاعتراف أو عدم الاعتراف، واستقبل مسؤولي مسد في الكونغرس الأمريكي، واستقبل قادة الإدارة أيضا من قبل وزير الخارجية السويدية. هناك علاقات تتطور، يعني هناك الحاجة لأن تكون هذه العلاقات أكثر تقدما، ومسؤولي الدول الأوروبية أكثر جرأة بالتعاطي مع الإدارة من خلال تقديم مختلف أشكال الدعم الاقتصادي بالإضافة إلى الدعم العسكري الموجود، وتقديم أيضا الخبرات الفنية والتقنية التي تساعد لتطوير هياكل الحكم في الإدارة، وأن تكون الإدارة أيضا أكثر شفافية ووضوحا مع ملايين السوريين الذين يعيشون هناك، والبحث عن إمكانيات ذاتية أيضا بالإضافة إلى ما قلت لتطوير هياكل الحكم وتطوير الاقتصاد وتطوير البنية التحتية، ومزيد إلى المزيد من الاهتمام للفئات الأكثر احتياجا وتضررا، خاصة في ظل يعني موسم شييع العام المنصرم الذي نأمل أن يكون أفضل حالا مع هطول الأمطار كما سمعنا وتابعنا اليوم. الإدارة بحاجة إلى مزيد من اللحمة ومزيد من الدعم لقوات سوريا الديمقراطية التي تواجه ثاني أكبر قوة في حلف الشمال الأطلسي، وهم الذين يعني حققوا ما لم تحققه الدول في مواجهة الإرهاب الداعشي وغيره من الجماعات الإرهابية. نعم سيد نواف، أخيرا ما هو المطلوب من شعوب شمال وشرق سوريا لمواجهة هذه التحديات والتهديدات؟ المطلوب من شعوب المنطقة. شعوب المنطقة يعني قدمت ما لم يقدمه أحد، يعني قدموا جيش من الشهداء، قدموا جيش من الجرحى، قدموا يعني كل الدعم الممكن. هؤلاء الذين يوارون فلذات أكبادهم والثرى في أرض روجافا وشمال شرق سوريا، يعني لا يمكن أن نقول لهم ما الذي يمكن أن يقدموه. هم الذين يمكن أن يعلمونا ويطلبوا منا ما الذي يمكن أن نقوم به نحن في دول المهجر أو حتى للإدارة الذاتية. يعني فقط مسألة أن لا يتأثروا بوسائل الإعلام سواء التي تنطق بالكردية أو العربية، ويمكن أن يعودوا إلى تلك الأكاذيب التي تتكرر بطرق أو بأخرى ليتأكدوا من أنها جوفاء. كم مرة سلمت منبج للنظام، وكم مرة سلمت الطبقة والرقة، وكم مرة وصلت القوات التركية إلى داخل المناطق، وأولئك الذين ظهروا على قناة الجزيرة حملوا تلك الطائرات بدون طيار وقالوا انها ستقصف، وكان مذيع الجزيره احدهم الاكثر شراسه في مواجهه اداره يكاد يطير فرحا، لكن كل ذلك لم يتحقق. كل المطالب ربما تكون صعبه ان تتحقق خلال فتره وجيزه. يعني المسؤوله الامريكيه عن الحريات الدينيه سيده ماينز قالت يعني الحكومه طالبت الحكومه الامريكيه ايضا بجمله من المطالب، واعتقد ان العالم سيكون اكثر ايجابيه مع الاداره، والاداره ايضا تحتاج الى تكثيف العمل الدبلوماسي، تكثيف العمل الاعلامي، ايصال الصوت كما هو. لو ان صوره الطفل الذي بترت ساقه وصلت الى العالم كما يجب، اعتقد كان سيكون لمختلف شعوب الارض والمنظمات والعديد من المدافعين عن حقوق الانسان لهم راي اخر. اتمنى ان نتمكن جميعا من ان نوصل ما يجري للعالم بالصوره المطلوبه، وليس الصوره التي نتخيل انها هي المطلوبه وهي لا تفي بالغرض. نعم، السيد نواف خليل مدير المركز الكردي للدراسات، شكرا لك، والشكر الأعظم لكم متابعين الأعزاء.